وكان أول مرة أقابل الحقيقة. الكلام ده شهر 12 أعتقد 24 أنا ما أتذكر يعني. قال لي كنت أبويا جوزي، قال لها هو باين عليه إنه بيحبني وكده. لكن قصدك كان عايز ما يعرفنيش يعني، بس بيجي مني يعني. قلت له بص يا فضيلة، أنا بعد اللي حصل ده. أخيرا دكتور زياد ظهر في فيديو لمدة 40 دقيقة، ودي أهم النقاط في كلامه. الدكتور زياد بيقول اللي بيسأل فين دكتور زياد، الحمد لله أنا موجود وبمارس حياتي عادي. وحكى الكلام اللي الناس عايزة تعرفه قصة إيه بالظبط، وقال إن القصة كلها إن بعد شفاء زوجتي تماما قلت لدكتور ضياء هيكون تحت إيدك 1,000,000 جنيه انشر علمك بيه لعدة لغات، لكن كان عفيف النفس ورفض بطريقة غير مباشرة. كنت بساعده بطريق غير مباشر وبدفع الكشف اونلاين بالدولار اصل من النقابة. اتصلت بيه وقلت له شوف حاجة تانية احتياطي، وبعت له فيزا سياحية، لكن ما كانش عاوز يسيب مصر وقال عاوز اعيش واموت في بلدي. جاله قرار الشط وهو في الامارات. يوم 26 فبراير الحرب قامت والحجز لحد يوم 2 وكمل في الفندق لحد يوم 2 مارس. شفت له جنب بيتي سكن ورجع قال الشقة في نفس العمارة اللي أنا ساكن فيها. كنت أنا وأهله وأصدقائي حواليه يوميا ننزل نقعد مع الناس وما كنتش بسيبه. قلت له تعالى نعمل حاجة جديدة، والإمارات فاتحة إيديها لكل الناس وما بتتأخرش على حد. بدأنا نعمل إجراءات شركة نشاطها زي صحة الأسرة بعيدا عن الطيبات والأدوية وحاجات فيها لايف ستايل بتاع التغذية. وطبعا الكلام ده محدش يعرفه. ليه محدش يعرفه؟ على الأقل زوجته محامية، يعني كان عاوز يشغل دعاية وإعلانات. طيب ليه هو اتحارب في مصر وحاليا في الإمارات، ليه ما يكملش فيها؟ دكتور ضياء قال أنا كنت بنقله من مكان لمكان، والفيديو كان يوم 2 وهو كان قاعد عندي يومين 2 فقط. طيب وباقي الأيام كان قاعد فين؟ الفيزا كانت 4 أيام وانتهت، وأكيد هو مش عامل حسابه على المصاريف، خاصة إنه بيصرف على أكتر من بيت أمه وزوجاته. حولت له 5000 دولار على حسابه الشخصي من غير ما يعرف. سبته ليه يا زياد؟ طبعا أنا ساعدته إنه يفتح باب رزق في بلد تاني فيها أمن وأمان وفي خلال أيام. ليه ما جاوبتش على سبته ليه يا زياد؟ وإزاي ما اتصلتش بيه المدة دي كلها، ولا حاولت حتى تعرف هو وصل لإيه؟ ورجعت الإمارات إمتى وتواصلت معاه ولا لأ؟ هو بيقول بالنسبة للإقامة شهادته ما كانتش متوثقة، وأنا نزلت جبتهم ودكتورة ميادة وثقتهم. يعني أخد الإقامة ولا لأ؟ ومين دفع تمن الإقامة؟ الغريب إنه هو اللي بيتحرك، مع إن الأسهل هو ينزل ويخلص إجراءاته بنفسه. بعت يوم 29 فبراير إيميل استغاثة لرئاسة الجمهورية ينظروا في قضيته سواء كان صح أو غلط. بدأنا نمشي في إجراءات الشركة والاسم واللوجو. هل من الطبيعي الدكتور يعمل إجراءات الشركة وحتى من غير أهله ما يعرفوا، ولا حتى هو يعلن عنها، بالرغم إنه ما عندوش سر يخفيه والراجل بيتكلم طول الوقت بتلقائية؟ طيب هل ينفع أنشئ شركة من غير إقامة؟ مين دفع فلوس استخراج إقامة شركة؟ وفين اللي يثبت من التحويلات أو الإيصالات؟ مفيش. بيقول ما بين يوم 26 فبراير ليوم 2 مارس هو يوم 28 ولا يوم 26. طلع ورق مكتوب على الكمبيوتر باسم الشركة رخصة مزاولة عليها لوجو مش ورق رسمي. فين الأختام؟ فين الإمضاءات والعنوان؟ المهم قال قضيت معاه حوالي أسبوعين وسافرت مصر عشان العيد مع أولادي، وهو كان بيخلص إجراءات شركته وما كانش ينفع ينزل عشان يعمل فيزا. طيب كان قاعد إزاي من غير فيزا المدة دي كلها؟ وإزاي استخرج أوراق شركة وهو كاسر فيزا؟ وليه منزلش يعيد هو كمان، خاصة أيام العيد أجازة في الإمارات؟ يعني مفيش مصالح فاتحة تخلص إجراءات الشركة زي ما بتقول. المهم قال عملت له ويب سايت باسمه والدكتورة ميادة شكرتني. يعني زوجته عرفت بالويب سايت وما عرفتش بالشركة؟ مش غريبة شوية؟ حاولت أنسق له، ده كلامه، حاولت أنسق له حياته يبتدي بيها أو يحطه على أول الطريق، ينجح ما ينجحش هو راجل له ما له وعليه ما عليه. ايه ده؟ انت بتعمل شركة يا تنجح يا ما تنجحش من غير دراسة، وبتتعامل معاه كأنه طفل
بيزن على حاجة وعاوز تخلص نفسك مع انك انت صاحب الفكرة واللي بتسعى لها؟ غريبة دي. الحالة المادية معرفهاش بالظبط، معرفش حاجة عنها. منين أصدقاء ومنين ما تعرفش حالته المادية؟ كان له فلوس على اليوتيوب، حاولنا ناخد الفلوس دي معرفناش. وكان له مشروع مع حد لكن ما خدش فلوسه، وحاول ياخد فلوسه لكن معرفش. كان راجل نزيه وراقي وأبعد ما يكون عن المادة، وكان نفسه حد يسمعه ويوصل علمه، فقط لا غير. عملت له صفحة على موقع كورة مترجمة. ليه على موقع بعيد عن اختصاصه؟ وفي آخر الفيديو عزاء ودعاء ليه. في المجمل كلامه مش مريح، ما تكلمش بطريقة كويسة عن دكتور ضياء. حب يوصل رسالة محتواها انه ساعده واداله فلوس، وما قالش هو كان فين ولا ليه ما اتصلش بيه، ولا قال تم القبض على دكتور ضياء ليه، ولا امتى ولا ازاي ولا ايه التهمة. ما قالش ازاي سكن في الفندق جميرة بعد ما كان ساكن في شقة معاه في العمارة، ومنين ساعده بالفلوس، ومنين دكتور ضياء ساب شقة يدفع فيها أقل ويسكن فندق تكلفته عالية. الفيديو بتثبت تورطه في قتل دكتور ضياء رحمة الله عليه، ويا رب أسرته ترفع قضية للتحقيق.